السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، وكل سنة جديدة تكون عليكم بخير يا رب. السنة الجديدة كل سنة وانتم طيبين. انتوا وحشتوني جدا والله، وطولت عليكم بقى، بس ده احنا رجعنا اهو. رجع لكم بقى ان شاء الله، نعمل فيديو كده خفيف كده، حاجة في ثواني كده تقفليها يعني. وحتى البنات الصغيرين بسرعة هتعملي أكلة لجوزك كده خفيفة وبسريعة، ومش هتشيلي همها يعني. بنعمل فضلة خيركم بقى لحمة ببصل. عشا كده. دايما ولادي يزنقوني بالليل بقى احنا عندنا على فكرة ولادي ما بياكلوش اكل خفيف كده بالليل. زي السحور ممكن بنسحر حاجات تقيلة، مش هتصدقوا، والله العظيم. يحبوا الأكلة التقيلة بالليل ويناموا يعني منفوخين كده ومظبوطين. ف... فبنحب بقى نعمل الأكلة التقيلة بالليل، نشحنهم وننيمهم بقى. فهنعمل بقى شوية لحمة ببصل كده بسرعة. قطعيها بقى كده لحمة بلدي جميلة، تستاهل بقكوا يعني. آم، بتقطعيها بقى كده، او ممكن وانت بتجيبها من عند الجزار تقولوا له قطعها لي قطع صغيرة كده، عشان هعملها لحمة ببصل. بتسهل عليكي يعني، عايزة تقطعيها انت براحتك. آه، انا يعني زي ما تقولوا كده، انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، بس انا والله العظيم ثلاثة مش هتصدقوا، اقسم بالله اقسم بالله التليفون بتاعي شاشته اتحرقت، برضو الاطفال الصغننين ولاد ابني، اقسم بالله التليفون اتحرق. والله العظيم ثلاثة لسه عامله الشاشه امبارح، مركبه له شاشه امبارح. بصوا، عارفين الوقت ده كله انا بفرك وبقول لهم والنبي لا تعملوا لي التليفون، والنبي قناتي وحشتني، والنبي اعملوا لي التليفون. بصوا والله العظيم ثلاثة، هي مشكله التليفون في بيتنا. ولاد ابني مش قادره اقول لكم، بوظوا تليفونات البيت كلها. وحياة رب النعمة والمصحف ان مسكوا تليفونات البيت كلها. كل ما يلاقوا تليفون قدامهم، اقسم بالله عندنا مكة الصغيرة تروح ترميه في التواليت، في الحمام، والله زي ما بقول لكم. ما خليتش حد في البيت عنده تليفون. عايزين تصدقوا بقى؟ صدقوني والله. ما خلت لا لامها ولا لعمتها ولا لعمها ولا لجدها. مرتين تليفون جدها، ولحد ما اتحرقت البوردة ومش عارف ايه، ورجع عملوه تاني. واللي طوله ترميه في الشارع من البلكونة، لا لا لا، عالية مكة مدمرانا. فادي السبب اللي هو قعدني كده عنكم والله العظيم. انا من جوايا ربنا، لا عارفين انتوا الاخوات العزاز اللي انا ما اقدرش استغنى عنهم والله. انتوا كل جمهور الحلو والناس المحبين ليا، ربنا يخليكم نعمة في حياتي يا رب، وما تحرم منكم، لان انتوا غاليين عليا جدا جدا، بدليل ان انا في فترة الغياب من ان انا ما نزلتش حاجة على القناة. انا مفتقداكم بجد، انا مفتقداكم، بحبكم والله. ربنا ما يغيبكم ابدا ولا يغيبني ليكم، ويخليني ليكم ويخليكم ليا. شايفين بقى الكلام الحلو ده؟ والله العظيم من قلبي. من قلبي والله. كلكم كده غاليين عليا، وبحبكم في الله، وربنا يخليكم ليا يا رب. وكل سنة وانتم طيبين بقى بمناسبة السنة الجديدة. انا غبت قوي في التقطيع، عارفين انتوا اللي يعني، انا ماليش في التقطيع والحاجات دي، انا بخلي جوزي بصراحة هو اللي بيقف يساعدني في الكلام ده. بس انا اصريت اعملها لكم من اولها لاخرها. انا بقى اللي ايه، واقفة بقى بشف وبقطع بقى، وعاملة نفسي ناصحة بقى وايه، بصوا الكلام. وبعمل بقى البصل. على فكرة ما بعرفش اعمل البصل على القرمة، انا على ايدي بس. بصوا بقى انا ابدعت. ابدعت اهو معاكم عشان انا بحبكم. يا رب بقى كل اللي ما شافش قناتي وشافها اتشرف باشتراكه، واعملوا لايك ويعملوا لايك بقى للفيديو الجديد دوت. وقولي لي بقى وحشتكوا ولا ما وحشتكوش. عايزه اشوف بقى الهمه كده. ارفعوني شويه كده، لان انا طبعا نيمت القناه ونمت جنبها. عايزه اشوف همتكم معايا كده، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. بنخرط كده طبعا البصل زي ما انتم شايفين جوانح كده. عايزه تعملوه رفيع براحتك، بس صدقيني كده بيبقى احلى. ليه بقى؟ لان كل دوت بيستوي بيتهري، بيبقى جامد جدا جدا جدا. اهو احنا مع بعض في الخطوات، سهله وبسيطه يعني.
بسلم على كل حبايبي، وبسلم على اخواتي، وبسلم على كل حبايبي، وبسلم على وبقول لبنت اختي الحمد لله على سلامتك، قامت بالسلامة. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي يا رب، ويتربوا في عزك وعز ابوهم، ويديك الصحة وتقومي بألف سلامة يا حبيبة قلبي. بنت أختي أم سالي، ألف حمد لله على سلامتك، وربنا يدي يا رب كل اللي عايز، ويدي كل البنات اللي أي حد يا رب ما تحرموش من خلفة وتديله وتراضيه. تمام يا حبيبة قلبي، اهو قطعنا اللحمة قطع كده حلوة، أصل دي بتاكلي بالعيش كده يعني بتبقى ايه ممتعة بصراحة. اهو خلاص كده يا روحي، خلطنا البصل وعملنا اللحمة، وهنمسك بقى كله يا حبيبة قلبي كده، ادي فلفل اسود، امسكي كله بقى ادعكيه كده مع بعضه، لان الحركة ديت مهمة جدا صدقيني. بصي البصل ممكن اعمل بالمعلقة، بس لا صدقيني امسكي بايدك كده، ملمس ايدك بتدعكي في الحاجة كده، فيها يعني ايه، هي الهمة كلها في انك انت تتقني اللقمة بايدك. تمام. انا ما بعرفش البس الجوانتات دي، ولا بحب انا ايه، بحب ملمس ايدي كده واحس بالحاجه. آه ملناش يعني ان انا جوانتات حتى لو حاجه صعبه برضو ما بحبهاش. وده فلفل حامي كده يا حبيبه قلبي، اهو قطعي يعني جامد جامد بقى. بص الفلفل الاخضر ده صدقوني بيخلي ريحتها وطعمها يعني جميله جدا. اهو سهله وبسيطه جدا جدا. يا رب تاكلوه بألف هنا وصحة. يا رب كده أتشرف بيكم في قناتي. اشتركوا واعملوا لايك وفعلوا الجرس، عشان أنا بقالي كتير غايبة، وعايزة أشوف بقى يعني يعني الوقت اللي أنا اتأخرت ده، أنا وحشتكم وعزيزة على قلبكم ولا لأ؟ أتمنى ذلك يعني. وبنقلبها كده تقليبة وكموري الغطا وانسي يا حبيبة قلبي. خلاص دعكنا اللحمة مع البصل مع الفلفل الأسود مع الفلفل الحامي، وامسكي الغطا بتاعك يا حبيبة قلبي، اكمري على الحلة، ما تفتحيش عليها، ولا هتحطي مية ولا هنحط حاجة ولا هنقلبها. يعني بصوا ده برضو من أسرار مطبخي وطريقتي أنا. في حاجات كده بقف يعني ايه، جوزي لما بيعمل اللحمة ببصل يفضل يقلب فيها ويني، يا ابني ما تقلبش البتاعة دي يا حبيبي، غطي ومالكش دعوة. يقف يعدل بقى عليا، ونعدل على بعض. وبقى لما الراجل بيخش كده المطبخ ويحب يحط مناخيره كده، يعني بتبقى ايه، الست الشاطرة بقى بتبقى واقفة تغلي يعني بيني وبينكم، يعني انا واحدة منهم. بصوا بقى يا حبيبة قلبي، بصوا احنا حطينا ميه، حطينا حاجه؟ لا ما حطيناش حاجه. كمرة الغطا بتاعتك دي هي اللي هتديك التست الجامد، اللي هي هتجيب ميتها بقى وتفضل تشرب منها فيها كده لفترة، لحد ما تحسي ان لونها كده بقى بني كده. خلاص والقاع الحلة نشف كده، حاولي بقى تديها ايه، سنة مية بسنة مية. تمام. طبعا في الحالة ديت كده شربت اهي، بتبتدي تشرب منها فيها. في الحالة دي هنحط بقى طماطميتين، مفيش اكتر من كده. احنا مش هنقلبها طبيخ، احنا عاملين لحمة ببصل، زي ما بيقولوا كباب حلة، جميلة 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 ملهاش حل. طبعا دي انا عن طريقة امي، الف رحمة ونور عليها حبيبة قلبي. بجد بجد امي ديت، ربنا يا رب يرحمها ويخلي لكم حبايبكم ويخلي لكم والدتكم، ما تتحرموش منها. انا امي دي بصراحه علمتنا كل حاجه جميله، وانا استفدت منها كتير، لان انا الكبيره في اخواتي. انا استفدت كتير جدا جدا من حاجات كتيره جدا. وفي حاجات بقعد اقول ايه فين امي، طب اسالها طيب. حطينا كده يا حبيبه قلبي طماطمايه كده، مفيش اكتر من كده، ما تكتريش. اقعد اسال ايه، اقول ايه، في اكله معينه امي كانت بتعملها، في حاجات انا نسيتها، فين امي، انا اسالها طيب فين، اقول لها يما فين، قولي لي الوصفه دي كذا عملتيها ازاي. والله العظيم ثلاثه زي ما بقول لكم انا العصيده، امي كانت بتعملها والله العظيم يعني
كانت بتعملها بطريقة أنا نسيتها، أقول يا رب فين أمي تقول لي عليها، أنا مش عارفة، الله يرحمها ويخلي لكم حبايبكم. بصوا بعد ما حطينا الطماطم طبعا وقلبناها هي فيها سائل بسيط كده، تفضل لما حد تقرب على خلاص كده ما بقاش فيه ميه في القاع كده خلاص، قومي سقيها بقى، سائلها واحده واحده تشرب، ولسه لقيتيها نيه اسقيها تاني، وحطي مكعب مرقه، وحطي شويه الملح بتوع، هتلاقي الدنيا دي هتاكلي ما شاء الله، تاكلي حبايبك بالهنا والشفا، ربنا يخليكي ليهم. تمام يا روحي. بص اللون الجميل ده، انا ابتديت ان انا اسقسق لها اهو اهو، واغطي عليها بقى. والله استوت خير وبركه، ما استوتش وشربت، اسقيها تاني، مش اسقيها عومه، لا اسقيها بالعقل برضه. تمام يا روحي. بسلم على كل متابعين الحلوين، بقول لكم يا رب ما يتحرم منكم. يلا بقى اعملوا لايك للفيديو الجميل دوت. بصوا طبق لحمة ببصل ملوش حل، بألف هنا وصحة على قلبكم. أتمنى طل عليكم بالخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. سلموا عليا بقى وعلقوا لي كده، وقولوا الكلمتين الحلوين بتوعكم دول اللي بيرفعوا من معنوياتي. ليه؟ لان انا لما بلاقي الدنيا مهويه كده بزعل، بقول انا مش هنزل حاجه تاني، بس انا ما اقدرش استغنى عنكم يا حبايب قلبي. انا قلت لكم التليفون هو السبب، والله ما كان في تليفون. بنت ابني مروقانا ترويق جامد قوي، مش عارفين نودي تليفوناتنا نخبيها فيه. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا، الله اكبر، لو تدوقوا طعمها ريحتها بتبقى يعني